ومن بعدها عيب على اللي بيعمل عيب وأنا بشهد لك لوصولا لوش عندك قاعد بقلبي. وهيدا العمل الرابع لإلي، وقريبا إن شاء الله الألبوم حينطلق. طيب بالنسبة لوش عندك جالس في قلبي ما عندكم بيت، هي باللهجة العراقية. جو، هل ترى من نفسك أنك قد أجدت اللغة العراقية أو اللهجة العراقية عفوا؟ اولا انا مني عراقي، وان شاء الله يا رب يعني من خلال شاشتكم العظيمه بتقدم لكل الجمهور بالعراقي اللي عن جد احلى كلام سمعته. وحتى الشاعر قال لي انا فخور وانت بيضت لي وجهي. اكيد ما قدرت جيب اللهجه العراقيه، لانه لو مطرب عراقي غنى اللهجه اللبنانيه حيجيبها مثل ما انا بجيب اللهجه اللبنانيه طبيعي. لكن قد ما فيي قعدت تمرنت علي 4 شهور وجبت قد ما فيي. يعني المهم نجاح الاغنيه. نحن اليوم انا ولا انت عم نغني اغنيه عراقيه ولا سعوديه ولا لبنانيه، شو بالنهايه هي اغنيه لبنانيه، الاغنيه عربيه. نعم. طيب جو، هيدا انا اطلعت يعني من هالناحيه. نعم. أنت قلت أن أغلب جمهورك من الشباب، هناك برامج شبابية يوتيوبية سخرت من هذه الأغنية وتم رصد وإيصال لك بعض من هذه الانتقادات. ما الذي يقوله جو؟ أبدا أخت أحلام، في فرق لما يكون هيدا البرنامج يسخر مني وبينما يكون في هيدا البرنامج هو برنامج ساخر. هو البرامج ساخرة. وأنا بشوف تحديدا هن اثنين، أحمد البشير كتير لذيذ، وتحديدا يلي عمل له الانطلاقة كمان الأكبر هو تمساح. أنا بشوف إنه كان مهضوم، هو برنامجه ساخر واكتشفت فيه حالة تمثيل. يمكن إذا شي مرة عملت كليب ابعت وراه لأنه لقيته هيك وشوها وهيدا العجقة والخفقة مهضومة. أما الانتقاد هن بينتقدوا يعني كل البرامج الساخرة اوباما بينتقدوا. طيب جو، شو القصة العظيمة؟ نعم جو، أنت ذكرت أنك ستقوم بإعداد حفلات مستقبلية، ما الذي سيقدمه جو لجمهوره؟ نعم. أنت تملك في رصيدك بضع أغنيات، ما الذي تحضره للمستقبل؟ مزبوط. أكثر شوفي، أولا أنا عم حضر لجلسة خليجية إن شاء الله، حتكون مفاجأة، حتسمعوا كثير أغاني خليجية بصوتي. نعم. من محبتي للون الخليجي واللي أنا بعتبر ابن الخليج. وعدا عن هيك أكثر المطربين والفنانين حتى الجلسات اللي بنشوفوهم كل المطربين أكثرهم بيغنوا أغنية أو أغنيتين أو 3 لهم، والبقايا بيغنوا لكل الفنانين. طيب هذه الجلسة رح وقفت علي يعني أنا. نعم. لا جو، الجلسة لك وحدك أم هناك مشاركة من عدد من الفنانين، والأبرز مجد المهندس كما ذكرت؟ بشكل سريع، هل سيشارك مجد المهندس معك في هذه الجلسة الخليجية؟ لا ما أنا ما قلت هيك. لا تقوليني شيء، أنا ما قلت أبدا عن أنا استفسر فقط جو. هي جلسة خليجية حغني حبيبة قلبي ثانك يو. لا أنا حغني أغاني خليجية بجلسة خليجية. طيب كما نرى الآن في الشاشة صورة أثارت الجدل أيضا، كما أسماها البعض صورة غريبة لمصفف الشعر اللبناني جو رعد، ما قصة هذه الصورة؟ تشاهدها جو. أي صورة؟ هيدا بمهرجان أوكي، مهرجان اسمه لونها، وأنا لبست ثياب استوحيتها من الحدث، لكن إذا عم بيعلقوا على صورة فهيدا معناتها نجاح. جميل. كان معنا من بيروت مهضومة. جميل. كان معنا من بيروت الفنان ومصفف الشعر جو رعد، شكرا لتواجدك معنا. وصلنا الآن إلى وقت إعلان نتائج تصويت اليوم الذي وضعناه على حساب البرنامج على تويتر. كان السؤال يقول: هل تعتقد أن اللاعب السابق تركي العواد أساء إلى النساء السعوديات من خلال مقاله؟ أما النتائج التصويت فأتت كالتالي: 68% قالوا نعم، و32 قالوا أن اللاعب السابق تركي العواد لم يسئ إلى النساء السعوديات. إذن مشاهدينا، وصلنا معكم إلى نهاية هذا الأسبوع، ألقاكم يوم الأحد القادم، إلى اللقاء.